صلى الله عليكم. يقول: ما وجه حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ ويسأل عن صحة الحديث. الحديث صحيحه كثير من أهل العلم، ووجهه واضح، أن المنطلق والفسحة والسعادة العظمى هي متى؟ في الآخرة، فبين المؤمن وبينها انقضاء أجله في هذه الحياة، فكأنه مسجون قد خرج من سجنه، لأنه تنتظره روضة من رياض الجنة في القبر، ثم بحبوحة الجنة في الآخرة، هذا واضح. وأما كونها جنة الكافر لأنه قد يتمتع، كونها جنة الكافر فإنه يتمتع بها في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم. كأنه يقول: كيف يتمتع الكافر في الدنيا؟ يتمتع يعطي الله الدنيا، يعطي الله منها من يحب ومن لا يحب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر الرحمن سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.